السلام عليكم. صباح الخير ولا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده في سعادة وهنا يا رب ان شاء الله. احنا النهارده نعمل ايه؟ كنتاكي نفسنا فيه، يعني من زمان ما عملناهوش. فايه قلت ايه النهارده ايه نعمل لهم كنتاكي، اللي هو الفراخ البروست يعني. تمام، مسكتها غسلتها طبعا ونقعتها في ليمون وملح. تمام لحد ما بصوا ما بقت شكلها عامل ازاي، اللهم صل على النبي. بصوا بصوا، هات الفرخة الصغيرة، ما تجيبيش الفرخة الكبيرة، يعني هات الفرخة كده ايه، كيلو وربع كيلو ونص بالكتير. وهنا الليمون ده انا عاملاه في البيت، هبقى اوريكم طريقته، جميل جدا لو عملتيه كده، هيبقى ايه، هينفعك في كل حاجة. هوريك الطريقة بتاعته. انا كده ايه، احط معلقة ليمون، ايه معلقة صغيرة مش كتير. وهنا الخلطة طبعا زي ما انتوا عارفين. هنا اللهم صل على النبي، كربوناتو، لازم تحط شوية كربوناتو عشان تستوي بسرعة، وشوية قرفة، وشوية جنزبيل، وشوية فلفل أسمر، وبابريكا وكركم وكزبرة وفلفل أسمر وتوم باودر وبصل باودر. ده هقلبه ايه نصين كده، هقلبهم على بعض كلهم كده، هاخد نصهم بس، وايه واخد النص التاني على الدقيق. خلاص اهو. اتفرجي بقى على احلى بقى ايه، بروست. بدل ما تشتريه من بره الفرخة مثلا تجيبها صغيرة كده على قدك وعلى قد عيالك، وتروحي ايه عاملاها كده اهو. انا هصفي المية الاول. اه حبايبي، دعكتها كويس قوي، بصوا الجمال، بصوا دعكاها كويس قوي، وحط لها شويه خل، يعني معلقه خل، وخرميها بالسكينه قبل ما تدعكاها بالخلطه اللي قلت لك عليها ديت. وسيبيها كده على بال ما تعملي شويه رز شويه مكرونه حسب ما انتوا عايزين، وتفرجي بقى. وبعدين هنا بقى هحط ايه، شويه الدقيق اهم، وعليهم بقى ايه، لا فيجيدار بقى ولا كلام من ده، انا بعمل حاجات اقتصاديه يا جماعه، معلش يعني، وحاجات كويسة يعني هتعجبكم قوي وهتبقى طعمها جميل. هنا حطيت اللهم صل على النبي دقيق، وشوية دي من بتاع البسبوسة السميد ده اهو، حبة صغيرة مش ياما، يعني ايه اقل من كوباية كده، هقلبهم على بعض. والخلطة اللي انا حطيتها هنا نصها اهي، نصها اهو. حط الملح بقى اللي انت عايزاه، وقلبيهم وسيبيهم بقى ايه لما تعملي، شوفي هتعملي مكرونة ولا تعملي ايه بالظبط. هخلص واوريكي. شايفه حبيبتي، بصي انا اهو عملت شويه منهم اهو، وهوريكي تعملي ازاي. ادي الدقيق اهوت بالسميد، ما تحطيش بيض ولا حاجه من دي خالص، هو ما تزفريش الاكل يعني. انا دلوقتي ماسكاها اهيت، بصي بالخلطه بتاعتها جميله ازاي، بس يا ريتك تسيبيها في التلاجة كده ايه قيمه ساعتين ثلاثه كده تبقى جميله. شايفه اهو، بتتبليها كويس اهو، زي ما انت شايفه كده يا قلبي. وبعدين تحطيها كده شويه في الخلطه دي اهي تاني، وتروح حطها تاني هنا، بس كده خلاص. تبليها كويس كده اهو، من فوق وتحت، والحتت المفتحه دي بحيث ما يبقاش فيها حتت مفتحه خالص كده اهو، كله فيها شارب دقيق اهو. تنفضيها بس كده اهو. شايفه الزيت على النار اهو. انا هحط مثلا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الزيت ايه ناره حاميه، خلي بالك، بعدين بوطي النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت الصينيه كبيره شويه عشان خاطر ايه اسعف يعني، معلش هو اكل وخلاص، هتقولي الزيت ومش الزيت، معلش المره دي هخلص واجيب. شايفين بقى الجمال والحلاوه، بصوا، ولا بيض ولا لبن ولا بقسماط ولا فيجيتار ولا حاجه خالص، ده معموله بالدقيق وشويه بتاع دوت اللي هو السميد بتاع البسبوسه، كوبايه سميد وكوبايتين كبار من اللي هما الدقيق الابيض. بصوا جمالها. وعملنا شويه مكرونه جنبها اهو، وكاتشب، بصوا لونها من جوه عشان نقعتها كويس. بصوا اهي ابيض، بصوا بيضه ازاي، استنى افتحها لكم. بصوا لحمها ابيض زي الشمعة ازاي، ده الصدر. وادي الورك كمان اهو، حتى الورك بس مش عارفه اقطعها عشان سخن لسه اهي، سخنه. المهم اهي بيضه قدامكم اهي، شايفين جمالها. بصوا الحلاوه بقى. الفراخ من الصغيره، بس هات الفرخه كيلو وربع اخرها عشان تستوي معاكي. بصوا اهو بيخربش اهو اهو، شايفين اهو، سامعه، احلى من كنتاكي الف مره. بصي بروست عسل العسل والله طعمه. اعملي بس الخلطه اللي قلتلك عليها في الفيديو، واتفرجي على احلى بروست.
في منتهى الجمال، ولا الطعم ولا الريحه، والله عسل العسل. واوريك عمايل الليمون ازاي ان شاء الله، بس المره الجايه باذن الله. اعملي كده وتهنوا. بس انا زعلانه منكم عشان ما بتعملوش لايكات ولا بتشجعوني ولا اي حاجه. جايين على القنوات الكبيره قوي ديت، يعني بتعمل حاجات برضه هايفه، يعني مش قوي يعني، ومع ذلك عمالين تشكروا فيهم وتشجعوهم، وتيجوا على الغلابه ما بتعملوش معاهم اي حاجه. عامه انا برضو ايه بحبكم، وربنا يسترها معاكم ويكرمكم. وبصوا بقى الكشف بقى الجميل ده، تقرصي منه كده في وتاكلي. عايز تعملي سلطه اعملي براحتك، او شويه مكرونه. عايز تعملي رز بدل المكرونه برضو براحتك، اعملي كده. انا عملته كده النهارده عشان بيحبوا المكرونه هنا. يلا حبيبتي، مع السلامه. سلام.